اليوم كان ضعيف الأهلي، ما خلق 90 دقيقة، ما خلقش ولا فرصة. صحيح أن من المكاسب اليوم الترجي هو الدفاع، دفاعه قوي، عودنا في المباراة هذية كان ممكن نسجل لنا هدف، لكن اليوم الدفاع 90 دقيقة لاعبين كانوا مع صد منيع مع الحارس المرمى لهجوم الأهلي، ما شاهدناش هجوم الأهلي. بالنسبة لي أنا أضعف نسخة للأهلي في الموسم هذا، يعني فرطنا في فوز. لكن المشكلة زادت الترجي بعد الفرصة الوحيدة اللي خلقها في ال5 دقائق الأولى ما شاهدناش، ما خلقش، كان بطيء، ما لقاش الحلول من الناحية الجماعية، ما لقاش الحلول من الناحية الفردية، وهذا واضح طوال المباراة. الترجي ما قدرش يعمل 4-5 تمريرات، الترجي ما قدرش يتحكم في الريتم المباراة، الترجي ما رفعش في النسق، صعوبات كبيرة، رغم أن المنافس اليوم موش في أحسن حالاته. صحيح. لأن بالنسبة اليوم أضعف وسط ميدان للأهلي، لما تشاهد مثلا اللاعب أكرم توفيق، يعني وين تضغط عليه يخسر الكرة بسهولة. حتى إمام عاشور لما تضغط عليه يخسر الكرة بسهولة، لكن الترجي ما مشاش للهجوم، ما ضغطش على الفريق في المناطق نتاعو. شاهدنا الاثنين المدافعين يلعبوا على راحتهم. I don't know if this is a good thing or a bad thing because I don't know what you are going to do here that is different from what you did there. Will you attack, for example? Will you attack and play for possession? Well, this is exactly what they want and did with Sundowns. Will you stay in the zone defense like you did today? What will we achieve? We will reach the same result we reached today. In general, 0-0 is not a good thing. It is just better than being defeated, because at the end, any positive draw here, you are outside. Any goal they score here equals 2 goals. But I come back again and tell you that you were something last year. Do we see any progress or improvement over last year? On the contrary. I honestly don't know what to say. However, a coach, who conducted the new deals and the preparation period and enters the season with Mohamed Hani and Rami Rabia. A coach, who conducted the new deals and the preparation period and enters the season without a substitution for Ali Malul. A coach, who conducted the new deals and the preparation period and we only see the worst copy of Al Ali under his management. A coach, who loses 12 points in the first 10 weeks in the local league while coaching Al Ali club. That can't be a good coach, he should work as a potato seller. لا أعرف إذا كان هذا أمرا جيدا أم سيئا لأنني لا أعرف ما الذي ستفعله هنا والذي يختلف عما فعلته هناك. هل ستهاجم مثلا؟ هل ستهاجم وتلعب من أجل الاستحواذ؟ حسنا، هذا هو بالضبط ما يريدون وما فعله مع صن داونز. هل ستبقى في منطقة الدفاع كما فعلت اليوم؟ ماذا سنحقق؟ سنصل إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها اليوم. بشكل عام، 0-0 ليس بالأمر الجيد، إنه أفضل من الهزيمة، لأنه في النهاية، أي تعادل إيجابي هنا، أنت في الخارج. أي هدف يسجلونه هنا يساوي هدفين. بس أرجع تاني وأقولك إنك كنت حاجة السنة اللي فاتت، فهل نرى أي تقدم أو تحسن عن العام الماضي؟ على العكس تماما. أنا بصراحة لا أعرف ماذا أقول. لكن مدرب أدار الصفقات الجديدة وفترة الإعداد ويدخل الموسم مع محمد هاني ورامي ربيعة. مدرب أدار الصفقات الجديدة وفترة الإعداد ويدخل الموسم دون تبديل لعلي معلول. مدرب أدار الصفقات الجديدة وفترة الإعداد ولا نرى إلا أسوأ نسخة للأهلي تحت إدارته. مدرب يخسر 12 نقطة في أول 10 أسابيع بالدوري المحلي أثناء تدريبه للنادي الأهلي. لا يمكن أن يكون مدربا جيدا، بل يجب أن يعمل كبائع بطاطس. مرة أخرى، لا تنسوا هذا أبدا. اليوم كان ضعيف الأهلي، ما خلق 90 دقيقة، ما خلقش ولا فرصة. صحيح أن من المكاسب اليوم الترجي هو الدفاع، دفاعه قوي، عودنا في المباراة هذية كان ممكن نسجل لنا هدف، لكن اليوم الدفاع 90 دقيقة لاعبين كانوا مع صد منيع مع الحارس المرمى لهجوم الأهلي، ما شاهدناش هجوم الأهلي. بالنسبة لي أنا أضعف نسخة للأهلي في الموسم هذا. صح
If this word hurts you, remember that they did not say it and dared to say it except because you had sisters who allowed them to say it when they were defeated and broken in front of them. Remember that while watching the Esperance match, and also remember that you were defeated by USM Algiers in the Super Cup and were defeated by Sundowns for the 4th year in a row in the African League. إذا كانت هذه الكلمة تؤلمك، فتذكر أنهم لم يقولوها وتجرؤوا على قولها إلا لأنه كان لديك خولات سمحوا لهم أن يقولوها عندما انهزموا وانكسروا أمامهم. تذكر ذلك وأنك تشاهد مباراة الترجي، وتذكر أيضا أنك هزمت من اتحاد العاصمة في كأس السوبر وهزمت من صن داونز للعام الرابع على التوالي في الدوري الأفريقي.